انت بقى ماهر جاد الحق اللي بيقولوا عليه. في واحد بعت لك السلام. مين؟ بيقول لك كله في الفاضي. حالة تسمم جماعي مقصودة، دي مؤامرة مقصودة على السجن كله. احنا مش هنسكت على فكرة، لابد ان يقام الحل. ازاي يسيبوا مجرم عتيد في الاجرام زي ده كده يطلقوه على المساجين في السجن؟ ازاي؟ مفيش رقابة؟ مفيش امن يحمينا؟ في كمية دولارات عايزك تغيرها، فرق السعر هيبقى هايل، وهعمل لك عمولة انت وماهر ما حصلتش. ماهر ابنك عشان يتجوز يا اما يحب واحدة قوي وما يقدرش يستغنى عنها، يا اما يتجوز خطف، ينام ويقوم يلاقي روحه متجوز. المجرمين ما بيدخلوش السجن يا ماهر، اللي بيخش السجن الناس اللي الحياة ظلمتهم وخلتهم مجرمين غصب عنهم. أما المجرمين الحقيقيين عايشين بره متمتعين، واللي زيك يترمي في السجن ظلم. أكبر مشكلة في الدنيا إنك تتجوزي حد مفيش بينك وبينه أي مشاعر، وخصوصا حد زي فهد طول الوقت يحسسك إنك عروسة أو حاجة حلوة في إيده، وقت ما يعوزها يلاقيها، وما ينفعش تقولي له لا. عايزك كمان تقول له ارفع قضية على الحكومة. الحكومة ذات نفسها؟ الحكومة ذات نفسية، مش الحكومة دي مسؤولة عن تأمين المواطنين وأمنهم. واحنا مواطنين وداخل السجن، يعني لازم أي حد يخش السجن هنا يتفتش. لو كمان احنا ايه؟ احنا مساجين شرفاء. شرفاء. ادفع يا شريف. خلي بالك يا عماد ان كريمه ممكن تعمل تصرفات غريبه وهي اصلا عقلها مش فيها، اللي شافته مش شويه. انت رايح فين؟ راح أقف بره أحرسك عشان ما تهربش، وأحرس الناس المحترمين اللي بيحترموا القانون من المجرمين اللي زيك، وهفضل صاحي طول الليل إيدي على الزناد، عشان لو فكرت تغدر بيا هضربك طلقة واحدة يا مجرم. ايه يا عم شلبي؟ سايب مكانك ليه؟ مش خايف الهرب؟ ولا انت عايز تتحاكم بقى ولا ايه؟ ما هربتش ليه؟ اهرب واوديك في داهيه، بصراحه صعبت عليا. تعرف إنك أول واحد يقول لي الكلام ده؟ ايه يا عم الكآبة اللي انت فيها دي؟ ما تفكها بقى. مش ربنا كرمك الحمد لله وعيالك بقوا في حضنك وبالقانون، عايز ايه تاني؟ عايز أحس إنني بني آدم يا ماهر. هتدخل ولا ناوي تهرب؟ على فكرة لو هربت أنا مش هجري وراك ولا حتى أحاول أمسك فيك. ايه هو السجن؟ انك تقعد بين 4 حيطان مش عارف تخرج ولا تشوف الدنيا اللي بره؟ ولا السجن انك تقعد سنين في مكان واحد ما يتغيرش؟ ولا السجن انك تبقى جوه نفسك مهزوم ومكسور، حاسس انك انت مش حر؟ السجن انك تبقى في اوضه ورا قضبان؟ ولا السجن انك تبقى جوه نفسك متكتف ومتكبل ومش عارف حتى تصرخ من الألم؟ كريمة صباح الخير. صباح الفل. بس احنا عندنا في البلد بنقول عليها صباحية مباركة. صباحية مباركة. صباحية مباركة. بص انا جبت لك معايا فطار. ايه ده؟ ليه ما صحتنيش اعمله لك انا؟ يا اخي وانا مش عارف اعمل حبة سندوتشات، وبعدين اصلا انا مش عاملهم بصراحة، انا طلعت جبتهم لك من بره عشان نلبس ونخرج على طول. نروح فين؟ نروح نتفسح، نروح نقعد في جنينة، نروح نقعد على الكورنيش، نلعب ورا بعض، نجري ورا بعض. واحنا مش عرسان جداد ولا ايه؟ ايوه. طب يعني عايز اسالك سؤال. بس هو النبي يكون السؤال البايخ اللي ما بحبوش. اخص عليك، انا اسالك سؤال بايخ؟ بتاع اللي هو بقى ما انت عرفت حد جاب لي والحاجات دي بتقفلني والله. ايوه يا اخويا، ما كل الرجاله عرفوا الستات قبل مراتاتهم. نعم. لا بجد، هو انت يعني ايه اللي خلاك تاخد قرار انك تتجوز؟ والله ما عارف، يعني ممكن اكون كنت فاضي مثلا. لا يعني ما يتيمه ومشتغل باليوميه وحالتي زدت، يعني زي ما انت عارف. وانا يعني اللي خلاص الدمار مديله
ما انت عارفه ان عليا طار وممكن في اي لحظه اخرج ما ارجعش تاني. بعد الشر عليك. بصي انا هقول لك انا اتجوزتك ليه؟ ليه؟ انا بصراحه مش عارف، وما تسالنيش يعني ايه مش عارف، لاني مش عارف دي هي اللي خلتني ابقى بحبك وافضل ماسك فيكي. كنت كل شويه بحاول ابعد عنك والاقي نفسي اقول لا، في حاجه بتشدني ليها. هي الحاجه دي بقى هي اللي مخليني مش عارف. فهمتي؟ انا كمان. انت كمان ايه؟ مش عارف. على فكرة أنا جاية أقيس لك الضغط بنفسي. بنفسك؟ يبقى نقلع بقى. أنت بتعمل إيه؟ هقلع. ومين اللي قالك بقى إن الضغط بيتقلع له؟ انا ما بعرفش اقيس الضغط الا كده. طب أنا سمعت كده إنك بسم الله ما شاء الله عارف في كل حاجة. انا عارف كل حاجه ما عدا انت، بس اعرفك دلوقتي. ما هو الوقت شلبي برضك قال لي كده، قال لي إنك علامة وقاري كده ما شاء الله كتب كتير. انا قريت كتب قد الاوضه دي مثلا. طيب هو أنا كنت قصدك في معروف يعني، ممكن تشوف لي دكتور نفساني؟ نفساني؟ معقوله؟ انت نفسيتك تعبانه؟ ده مين ابن الجزمه اللي تعب لك نفسيتك ده؟ جوزي. جاتك وجع في جوزك؟ ما هو خلاص ما بقاش. ايه مات؟ لا طلقني طلقني. يلا يا غرفه داهيه. بس برضه انت مش حاسس بيا. بحس. انا يا اخويا حاسه كده اني وحدانيه يا حبيبتي. ومتألمه قوي من جوه. معقوله؟ عايزه حد كده يفرفشني يدندشني، مش تصدق وكتمه النفس دي. بقى انت تتصدي نفسك؟ لما انت نفسك تتصدي مين اللي فتح نفسه؟ يعني انت يا سي الاستاذ هتقول لي اعمل ايه؟ لا انا مش هقول لك، بس ده انا هقول لك واعمل ايه. انا وانت هنعمل ايه؟ ايه يا عم انت حد يخش على حد كده؟ مش يمكن بقلع ولا قالع؟ لا مؤاخذة ماهر بيه، إيه؟ انت اخدت كتير من الوقت يعني. عايز ايه؟ زيارة. واضح ان قعدة المستشفى جاية على مزاجك قوي. لا لا خالص، بالعكس، ده انا حتى كنت بقول لهم ينقلوني من المستشفى دي لان الخدمه وحشه والتمريض زي ما انت شايفه. عامة يعني انا عماد قال لي انك عايز تشوفني فقلت اجيلك، وعملت المستحيل عشان اجيب تصريح للزيارة. المهم ان انت وحشتيني. وحشتيني قوي. مش باين يعني، واضح انك عجباك قعدة المستشفى قوي، مش عايز تخرج. لا لا بالعكس، ده انا حتى قلت لعماد ينجز بقى في موضوع القضيه عشان كفايه قوي كده. على فكره انا سمعت ان جلال مضايقك. مضايقني بس؟ امال ايه تاني؟ جلال عايز يتجوزني. لا ده مش عايز يتجوزني، ده خلاص قرر انه هيتجوزني. انا مش عارفه ايه اللي مصبرني عليه كده. ساعات بفكر اني اقتله بس عقلي مش مطوعني. لا 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 اوعي تعملي كده، هتودي نفسك في داهيه عشان واحد زي ده. ماهر انا محتاجاك قوي. انت عارف انا عمري ما حبيت في حياتي، بس برغم فرق السن اللي بينا ده حاسه انك فاهمني قوي والوحيد اللي بثق فيه وبيقف جنبي وعمره ما ممكن يتخلى عني. انت فاهم انا بقول ايه؟ انا اول مره ابقى فاهم وعارف ومتاكد من اللي انا حاسس بيه. ماهر من ساعه بابا الله يرحمه ما مات والناس كلها بعدت عني، حتى الناس اللي هو ساندهم ووقف جنبهم ما وقفوش جنبي. حسيت مره واحده ان انا لوحدي كده والناس كلها بتتخلى عني. ده اكتر وقت كنت محتاجاك فيه. انا كان نفسي بقى ابقى جنبك في اللحظه دي، واخدك في حضني واطمنك واقول لك ما تخافيش. انا عمري ما حسيت بالخوف والقلق الا بعد ما بابا مات. انا عايز اقول لك على حاجه بس يا ريت ما تزعليش. قول لي. انا مستغرب ازاي باباك كان مشغلك معاه في الشغلانه دي. يعني انت في وادي والشغلانه دي في وادي، كان لازم يبعدك عنها تماما. بس بابا كان بيحبني قوي بجد. انا عارف ومتاكد وواثق انه كان بيحبك وبيحبك قوي كمان، بس كان لازم يبعدك عنها. ماهر انا مش بتكلم معاك عشان تقول لي كده. انا عايز اخرج من هنا الاقيكي بعدت عن السكه دي خالص، وجلال ده بقى سيبيه عليا انا. ايوه بس جلال ده مش سهل خالص. ومين قالك ان انا سهل؟ بس بقول لك ايه، خلينا ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي وسيب الايام ترسينا مطرح ما ترسى. لا مؤاخذة ماهر باشا. ايه؟ الزيارة انتهت. كارمن كنت عايز اقول لك حاجه قبل ما تمشي. ايه؟ انا بحبك. وانا كمان. وانت كمان ايه؟ بحبك. تقول لي بحبك يعني عايزه تروح. اتفضلي.
بصي بقى، الاكل قدامك اهو، انا مش هعمل زي ام ماهر وافضل اقول لك كلي. اصلا ريحه الكباب بتفتح النفس. تصدقي والله كانت نفسي هفاني على كباب. انت عارفه ان عماد طلب يتجوزني في نفس المكان ده وعلى نفس الترابيزه دي؟ احلفي. تحبي يا سما؟ كسفي. والله لك انا كنت ضيعت بجد. ربنا ما يسيبش حد يا كريم. كلي. مش هركب يا جلال. بقول لك اشتري، هتركبي غصب عنك. انا مش فاهم بقى ايه حكايه الواد ده معاكي. بقول لك انا مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي. انا هتكلم في الموضوع ده ولازم اعرف عشان انت مسؤوليتي، ولما اكلمك تبصي. اوعى ايدك بقول لك. ايه حكايه الموضوع ده؟ بحبه. بتحبي مين؟ بحب ماهر. بتحبي ماهر؟ في احسن مني ماهر ده؟ ما تردي. بقول لك ايه، هو انت ما تعرفش انت لو اخر راجل في الدنيا انا عمري ما هفكر فيك ولا عمري ممكن افكر اتجوزك؟ حلو الكلام ده. طب اسمعي بقى يا كرم، احنا فرحنا الاسبوع اللي جاي. اوكي؟ وليه الاسبوع اللي جاي؟ وليه مش النهارده؟ بلا فرح بقى، بلا زفه، بلا الكلام الفارغ ده. نفسي افهم اللي في دماغك. انا سايباكي تتكلمي كده براحتك وتقولي، بس انا مش مقتنعه ان الزياره دي من غير سبب. لا والله انا حسيت كده اني زهقانه والحياه متقفله في وشي. قلت انزل اشوف ناس يمكن افوق. صحيح؟ طب انا عشان الكلمتين الحلوين دول كنت عايزه اقول لك اصلا ان انا محتاجاكي اجيب كام حاجه لزوم الفرح، بس خفت احسن اكون بتقل عليكي. بالعكس، اخصى عليكي. انا والله العظيم اقتنعت بكلام خالتي ناديه، وهي كان عندها حق. يا بنتي انت زي القمر، والله العظيم انت جميله جمال. ابويا برضه كان بيقول لي كده. انا في سؤال يعني حاسس كده جوايا وكنت عايزه اقوله لك. اهلي فين؟ صح؟ انت اتضايقتي؟ خالص. عارفه يا بنتي يا سماح، زمان كنت بسمع امي لما حد متخانق مع الجيران مع ابوها ولا اخته تقعد تقول له عيب، عمر الضفر ما يطلع من لحمه. كانت بتقول ان انا حته من قلبها. وابويا كان ياخدني يقعد يلف بيا في الشوارع، كان يقول لي يا بنتي يا كريمه انا كان نفسي احب زمان واخد حبيبتي كده واقعد الف بيها طول الليل. كملي كملي. البلد كانت بتبقى حلوه قوي وهاديه وفاضيه. كان ياخدني نقعد نتمشى ونركب الحنطور من الأوبرا لحد البرج. الله يرحمه. بس لحد ما مات ما كانش معانا ولا مليم، ما لقيتلوش حد من أهله. أمي ما استحملتش، دخلت وراه المستشفى، ماتت بعدها بشهرين. نزلت اشتغلت، شفت الغلب كله كان طمعان فيا عشان وحدانيه، لحد ما شفت مهران حسسني ان انا نظيفه والحياه حلوه. يا حبيبتي يا كريمه، انا شكلي هحبك قوي، وانا اصلا قلبي ضعيف وهقولك تعالي اتجوزي عماد. انا اتجوز بعد مهران؟ مش بهزر، ده لا يمكن. معاك سيجاره؟ اخلص، معاك سيجاره؟ حاضر يا ستي. اتفضلي. هات ولاعه. فهد سافر. سافر، عرفت. عرفت منين بقى؟ ما انت قاعد في البيت، ولا بتتحرك ولا بتروح ولا بتيجي ولا بتنزل خالص، واي معلومات عن الشركه انا اللي بجيبها لك. يبقى في حد تالت بقى في الحكايه. ما انت اللي قلتي انه هيسافر. قلت لك هيسافر، بس ما قلتلكش امتى. انا كلمت البيت النهارده وعرفت انه سافر. ماشي، اقنعتني.
عموما انا مش هدقق عشان ماليش خلق. قول لي بقى، هنكوش على الشركه دي كلها ازاي؟ مفيش. فهد طول عمره نفسه في حته عيل. وماله؟ نجيب له عيل واتنين وتلاته وعشرة كمان. سهله مش صعبه. لا لا، انت النهارده فيكي حاجه مختلفه. بصراحه لقيت قلبي كده فيه حته حنيه. بصراحه الحنيه دي مش هتاكل عيش، قلت اموتها. برافو عليكي، هو ده الكلام الصحيح. موتها خلاص. انت بقى اللي عامل القلق ده كله في السجن؟ جريالة عامل لي فيها هنا حامل حمى وداير تقلب عيشك في المكان. يا باشا انا بني ادم طيب جدا وبحب اساعد الناس، واي حد بيطلب مني مساعده بعملها له على طول. اطلب مني كده سعادتك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بجد والله؟ اه يا باشا، هي ليه الطيبه والجدعنه بقت حاجه غريبه، والشر بقى والبلطجه بقى هم الحاجه العاديه. جريالة حمى، انت تديني درس ولا ايه؟ طب امي داخلها ايه بالموضوع ده يا باشا؟ باين ليه سعادتك بتزعق لي كده يعني؟ حضرتك يعني مستغل سلطتك وبتزعل اي حد وشايط فينا عشان عارف ان محدش يقدر يقول لك بم. بس يلا، الفلسفه الخايبه دي ما بتاكلش معايا. الحكايه مش فلسفه يا باشا، الحكايه يعني ان اكل العيش بيضطر الناس انها تغمض عينيها احيانا، وخلي بال سعادتك انا بقول احيانا مش على طول. طب ايه رايك بقى يا حبيبي في اللي يخلي عينك تغمض على طول؟ لا يا باشا، اللي بيغمض عينه على طول ده اللي عينه مكسوره، وانا لا مؤاخذه بقى ما فيش حد كسر عيني. ماشي ماشي يا ماهر، ما هو الذنب مش ذنبك. الظاهر كده ان المأمور اللي كان قبلي هنا في السجن كان طيب زياده عن اللزوم، ساب لكم الحياه على البحري. عشتوا في السجن هنا كأن السجن ده ميغه. طب ليه يا باشا ما تقولش عليه ان هو كان انسان؟ انسان، اكيد كان انسان، بس اللي زيك بقى يا حبيبي مش محتاج الانسانيه، محتاج العصايه. اوعى سعادتك تكون فاكر ان العصايه هي اللي بتجمع وتفرق، لا، العصايه بتولد الكراهيه والحقد. وقالك ونسيت نفسك وافتكرت ان انت زعيم بجد. انت هنا مسجون بتنفذ عقوبه. يا ترى فاكر جريمتك ولا فكرك؟ انت هنا يا حبيبي مسجون في قضيه شروع في قتل وسرقه سلاح ميري. يعني من الاخر كده يا بابا انت سفاح. عادي يا باشا، الحياه مليانه سفاحين، ومبقاش حد عارف بقى مين الظالم ومين المظلوم. على قولك. ربيع. تمام يا باشا. زي ما فهمتك. حاضر يا باشا. يلا يا ماهر. هو فاهمك ايه؟ يلا يا ماهر، يلا. تعالى يا ماهر. ايه ده؟ وانا هقعد هنا لوحدي؟ معلش يا ماهر. تصدق كان طول عمري نفسي اقعد لوحدي. يا سلام، كده الواحد يبقى له خصوصيه خاصه بيه هو. تصدق انا كنت كل ما اخش اوضتي في بيتنا امي تخش ورايا ورك فرك فرك ورك، انت عارف بقى الحريم ورغيهم. لكن كده 100 100 الواحد يبقى مع نفسه تماما. بس هي شرحه وبرحه وتمام، عيبها بقى حاجه واحده، ما فيهاش منفس هوا. معلش يا ماهر، انت عارف يا ابني لو كان عليا انت عارف. انا عارف، انت غصب عنك، انت مغلوب على امرك يا عم ربيع. هتعمل ايه؟ للاسف بقينا دلوقتي عشان اكل العيش بقى كله ياكل في بعضه. مش عارف البيه المأمور حبسني ليه؟ وزعلان مني قوي قوي كده ليه؟ عشان يعني مش عاجبني السجن؟ عشان مش عاجبني المستشفى؟ هي بقى كده، بس انا كده بقى 100 100. يمكن من وجهة نظرك ووجهة نظر ناس كتير ان انا خسران، لكن بالنسبة لي انا كسبان. ده انا كسبان نفسي. عارف لو انا كنت وافقت اللي اسمها فريدة دي وبعت لها خليل كنت اخسر نفسي. اه والله كنت ابقى عبد ليها ولفلوسها. لكن انا كده انا حر يا عم ربيع. انا كده حر يا عم ربيع. انا حر يا عم ربيع. انت حر يا ماهر. انا حر يا عم ربيع. انت حر يا ماهر. بتمتع بالحريه يا عم ربيع. بتمتع زي ما انت عايز يا ماهر. ربنا يخليك يا عم ربيع. ياه
كده الواحد بقى مع نفسه وبراحته منه لنفسه كده، بياخد يد وهوب بتاع كده ايه، من بقي لوداني ومن وداني لبقي، اكلم نفسي بنفسي ومحدش له دعوه بيا. انا حر يا عم ربيع، انا حر. ده وراء على مين لا مؤاخذة؟ اصل انا عايزه حاجه. حاجة ايه؟ عايزه تذكره. تذكرة؟ أنا معايا مادة طحينة. دقيقة واحدة وراجعلك. واقفة ليه كده يا بت انت؟ مستنيه. مستنياه؟ اصل اصل انت ايه البلاوي دي اللي بتحدف علينا؟ اتكل على الله، اتكل على الله. انا مش همشي من هنا غير ما اخد اللي انا عايزاه. اتكل على الله، روح ارمي بلاكي في حتة تانية. يلا يلا امشي. واقفة ليه؟ اما بلاوي بتحدف علينا يا ربي. ابنك ده؟ اه يا حبيبتي. ما شاء الله، الله اكبر. ممكن اشيله شويه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده نايم. بتضحك للملايكه. كريمة؟ كريمة مالك يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي مالك؟ ايه اللي مبهدلك كده؟ في ايه؟ احنا كنا مع بعض الصبح وبنضحك، ايه اللي حصل؟ تعبت، اقسم بالله تعبت. هي ليه الدنيا جايه عليا كده؟ انا خلاص ما بقتش حامله حاجه. انا مش عارفه انت حظك قليل كده ليه في الدنيا. حظ؟ الدنيا بقت زفت. انا ليه عايشه لحد دلوقتي؟ عارفه، كل ما اقعد لوحدي افتكر مهران ليه مات غدر، وابني اللي مبقاش معايا، واهلي اللي راحوا مني. معقولة يا كريمة؟ لو كل الناس فكروا كده زيك محدش هيعيش. ما انا اهلي راحوا مني واخويا في السجن، لكن عايشه. طب ليه احنا نصيبنا يبقى كده؟ محدش بيختار نصيب. محدش بيختار نصيبه يا كريمة، والا هنتجنن. وانا لسه ما اتجننتش. طب قومي اوديك عند ام ماهر، يلا. لا انا عايزه اروق، عايزه اقعد لوحدي. طب تعالي اوصلك. اختي حبيبتي، ازيك؟ هو احنا هنتكلم قدامهم؟ ما تخافيش يا حبيبتي، ولا كأنهم موجودين خالص. لا خليهم يخرجوا. اتفضل. ما تقلقش مني، انا مش هعمل لك حاجه. انا اصلا مبقتش اقدر اعمل اي حاجه. وبعدين انا اختك، يعني اكتر واحد خاف عليك في الدنيا، زي ما انت اكتر واحد خاف عليا في الدنيا.
ولا انا غلطانه؟ تعملش الصوت ده بيستفزني. اوكي اهدي ممكن؟ مش هعمل حاجه. جلال انا عايزه اخرج من هنا. لما تخفي يا حبيبتي. اخف؟ هو انت فاكر ان انا مش عارفه ايه اللي بيحصل في المستشفى هنا؟ شكلك كده نسيت ان انا اختك، صح؟ وعارفه المستشفى دي من اولها لاخرها. حبيبتي انت غير الناس كلها اللي في المستشفى. انت هنا عشان تتعالجي وبس. تعالج؟ تعالج من ايه يا جلال؟ من الادمان اللي انت السبب فيه؟ اوعي تصدقي الكلام ده. انا؟ ده انت اختي حبيبتي. انت ازاي مصدق نفسك قوي كده؟ هو انا كنت باخد حاجه قبل ما ادخل هنا؟ اتعلمت المخدرات هنا بامر منك. اوعي تصدقي الكلام ده. كل ده كذب مش حقيقي. اوكي، انا مدمنه جلال. ممكن بعد اذنك من فضلك تخرجني من هنا؟ حبيبتي انا اخوكي صح وبحبك كمان. خليني اسال الدكتور الاول يطمني بس اني خفيتي. اول ما تخفي صدقيني هخرج. انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ انت ما بتشبعش. انت عايز تموتني؟ الف بعد الشر عليكي. اموتك؟ ازاي تقولي الكلام ده؟ شفتي انت اعصابك ازاي تعبانه؟ حبيبتي انت لازم تقعدي هنا شويه. اول ما تخفي هخرجك. ما هو انا اللي غلطانه. انا اللي سلمتك امور كل حاجه. لو كنت سمعت كلام كارمن لما قالت لي انك طماع وجشع واناني وعايز تكوش على كل حاجه حتى على حساب جثثنا، ما كانش ده كله حصل. انتوا يا بهايم اللي بره. مش انا مجنونه؟ انا هوريك بقى المجنونه دي هتعمل ايه. انا هوريك المجنونه دي هتعمل ايه. خدوها من هنا. مش انا مجنونه؟ انا هوريك. انا هشوفها هتعمل. قلت لسعادتك بلاش تعملها. انا قلت لك عايزها تفضل هنا في المستشفى. واخبار المستشفى ايه؟ لا كله تمام ان شاء الله. يعني ايه كله تمام؟ كل مره بتقول كله تمام ومفيش حاجه بتتعمل. سعادتك الغرف كلها مليانه. بالعكس ده انا عايز كمان مبنى وانا هشغله. حضرتك تعرف احنا كسبنا كام الشهر اللي فات بس؟ كام يعني؟ 1,200,000 والحسابات موجوده. 1,200,000 ومالك سعيد قوي المبلغ ده. الشهر الجاي المبلغ ده يتضاعف. بلغ كل الممرضين اللي بيبيعوا لهم سعر التذكره يزيد. يا اخي فكر. امال انا جايبك بتعمل ايه هنا؟ حاضر سعادتك. اتفضل على شغلك. بعد اذن سعادتك. وحشتني وحشتني قوي يا مهران. عايزه احكي لك على اللي بيجرالي من بعدك. الدنيا وحشه قوي. سبتني ليه؟ انت اكتر واحد عارف ان الدنيا ما تسواش من غيرك. كل حاجه في عينيا ما بقالهاش لا طعم ولا لون. هو ده وعدك ليا انك هتفضل جنبي على طول؟ كنت بقولك الدنيا قد ايه وحشه معايا. انت اللي كنت بتحليها في عيني. صدقت بقى دلوقتي كلامي؟ جلسة الطعنة بالنقد اتحدد لها يوم 25. بس الحقيقة مش ده اللي جابني ليك هنا. أنا جاي يا ماهر عشان أسألك سؤال محدد. أنت فعلا عايز تخرج من السجن ولا هتشرفنا هنا لسه كتير وحليت لك القعدة؟ لا حليت لي القعده هنا. والله؟ هو حد برضه يزهق من سعادتك؟
بس كنت عايز اسال سعادتك سؤال. أوي أوي. وحضرتك ليه متضايق مني قوي كده؟ متضايق منك؟ ده على اعتبار يعني إن أنت حد له قيمة ممكن يشغل لي بالي وأفكر فيه ولو لحظة بالغلط. يعني ماليش أي قيمة خالص في نظر سعادتك؟ شوف يا ماهر، أنت واللي زيك المفروض ما فيش أي حد يشغل باله ويجهد نفسه إنه يبص لكم أو حتى يفكر فيكم ولو للحظة بالغلط. يا البلد باظت من شوية. طب حتى بصلي بشكل إنساني. ولا سيبك بقى من شغل المشاعر الخايبة دي. قلت لك قبل كده ما بتاكلش معايا. من الآخر كده، لو عايز مدتك معانا تخلص بسلام يبقى تسمع كل كلمة وكل حرف بقولهولك وتنفذه من سكات. مش عايز أشوفك يا ماهر ماشي هنا في السجن غير عينك في الأرض ما تترفعش. فاهمني؟ عمري ما ببص في الأرض يا باشا ولا طاطي دماغي. حتى القضية اللي جابتني هنا ما هياش عار عليا. وماله؟ يعني انت كده بتأكد لي ان اللي عملته ده كان هو الصح، وبتعترف في اعتراف رسمي دلوقتي قدامي. فخور قوي انا انك بقيت مجرم. يا باشا المجرمين اللي بجد اللي اخترقوا القانون عايشين في قصور وحواليهم حراسة وبيسافروا وييجوا براحتهم ومحدش يقدر يقول لهم حاجة، وهم اللي قرروا ان انا اتسجن هنا. كفاية لحد كده، ملوش لازمة أضيع وقتي معاك أكتر من كده. اقفل الباب يا شلبي. اقفل الباب جامد يا عم شلبي، جامد قوي. أنا حر. أنا حر.